السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا ندخل في موضوع الحلقة على طول. قبل مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك اللي أقيمت في السعودية، وقبل المباراة بيوم، أعلن نادي الزمالك إصابة الحارس محمد صبحي اللي كان مقرر إنه هو اللي هيلعب المباراة، واستبدلوه بعواد. قبل المباراة بيومين كان في خبر تاني ما أخدش حقه أو ما انتبهناش ليه، وهو إن فيه لجنة منشطات هتاخد عينات من اللعيبة في التمرين والمباراة. لو رجعنا بالزمن يعني مش كتير للحادث اللي وقع من الكابتن أحمد فتوح، حادث السيارة اللي توفي على إثره أمين الشرطة، نفتكر إن كان محمد صبحي موجود معاه في السيارة، وطبعا اتعمل تحليل مخدرات لفتوح لأن هو اللي كان بيسوق السيارة، فالتحليل بيشمل السائق وليس المرافقين له، عشان كده ما اتعملش لصبحي. بس مجرد ربط يعني الثلاث أحداث دول مع بعض، شوف حضرتك ممكن تستنتج إيه. وندخل على الموضوع اللي بعد كده، وهو موضوع المباراة. طبعا المباراة ما كانش فيها أي فنيات ممكن نتكلم فيها من الفريقين الاثنين. حضراتكم دلوقتي كل اللي بيتكلم بيقول ان الاهلي كان متراجع والزمالك كان ضاغط، وان الزمالك كان الافضل في المباراه. الزمالك ما كانش الافضل في المباراه. الزمالك كان ضاغط من مبدا اللي هو هي صابت يتنين عور. الزمالك كان فارش الفرشه من قبلها اعلاميا عبر وسائل السوشيال ميديا وعن طريق اذرعه الاعلاميه والمتحدث الرسمي للنادي نفسه، بان الحكم ده ما ينفعش والحكم هيظلمنا وان عاملين الفرشه بتاعتهم عشان في حاله انهم لو اتغلبوا احنا اتغلبنا عشان اللي قلنا عليه هو اللي حصل. ولما عملوا الهجوم ده على الاهلي طبعا كان سيء جدا جدا، ده ما نقدرش نقول فيها حاجه. فالاهلي احرز هدف الاول بتاعه، بعد كده الزمالك تعادل معاه. يعني الاهلي كان في اسوأ حالاته على الاطلاق، عمرنا ما شفنا الاهلي كده، والزمالك المفروض انه كان في احسن حالاته، وبرغم كده الزمالك اتعادل مع الاهلي، يعني مش العكس كمان. وطلعت المباراة 1-1، وبعد كده ركلات الترجيح والزمالك كسب بركلات الترجيح. الاهلي كان وحش جدا 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 في المباراة ديت، ومن النادر ان احنا بنشوف الاهلي كده. بس احب افكركم ان الاهلي جمهوره دايما وراه، وان الاهلي صح احنا زعلنا والبعض انتقد اللعيبه والبعض انتقد الاداره، لكن ما خرجناش عن اطار الادب، ما عملناش زيكم. فاكرين ولا تحبوا افكركم كنتوا بتعملوا ايه لما فرقتكم بتلعب وحش او بتخسر مباراه؟ عموما احنا خسرنا بطولة، ما خسرناش بطولات، احنا كسبنا بطولات كتيرة جدا. خسرنا بطولة وده شيء وارد جدا. كنا وحشين، ايوه كنا وحشين. افرحوا، من حقكم تفرحوا، لكن فرحتكم مش هتطول. هتقابلونا الشهر ده ان شاء الله في السوبر المصري في هنا في ابو ظبي، وان شاء الله انا اكون موجود في المدرجات علشان اشوفكم. بس يا ريت يا ريت في الاول تتخطوا بيراميدز علشان تقابلونا ان شاء الله. انتم عارفين طبعا ان الفرق المشتركة في كاس السوبر المصري 4 فرق: الاهلي علشان بطل الدوري، بيراميدز علشان بطل الكاس اللي الاهلي انسحب منه وسابه لكم، وبرغم كده خرجتوا وبيراميدز اللي خده، سيراميكا علشان بطل الرابطة، والزمالك عشان ما يعيطش. والله هو ده السبب، بس عشان ما تعيطوش، ملكوش اي صفة ان انتم تدخلوا في كاس السوبر المصري. وبرغم كده هتلعبوا بيراميدز اللي اخذ مكانكم، اللي هو دلوقتي بقى بطل الكاس وبقى وصيف الدوري، وسبتوا انتوا الوصافة ليه؟ بتشجيعكم انتوا ليه
نكاية في النادي الأهلي، فاتفضلوا. وإحنا بندعو ربنا إنكم تقدروا تتخطوا عقبة بيراميدز علشان تقابلونا في السوبر ونوريكم حجمكم الطبيعي إن شاء الله، وهنوقف الفرحة، مش الفرحة، ده العبط بتاعكم اللي انتوا فيه دلوقتي هنوقفه في المباراة ديت إن شاء الله. فإحنا مستنيينكم، تعالوا. طبعا السوشيال ميديا الزملكاوية حاجة آخر ضحك والله العظيم. يعني احنا بنشوف دلوقتي مدرسة الضحك والفرفشة. بطولة خدتوها وطبيعي جدا ان فرقة تخسر او فرقة تكسب. احنا ما احنا خسرنا قبل كده كاس السوبر، خسرناها قبل كده، والفرق اللي خدته ما عملتش اللي انتوا بتعملوه. بس انتوا عارفين انتوا ليه بتعملوا كده؟ عشان انتوا اخدتوه من الاهلي، وديا لوحدها بطولة انك تكسب الاهلي. المنسي ناصر منسي الوقت بيقول على نفسه الاسطورة، والمدرب بتاعه بيناديه الاسطورة عشان جاب جون في الاهلي، والعادي جدا لكنه في الاهلي. المنسي اللي كنتوا بتدللوا عليه عشان اي حد ياخده، ما كانش حد قابل ياخده منكم، اللي كنتوا عايزين تعملوا زي حسن حسني في ميدو مشاكل. يا ناس ما حدش ياخد ميدو ابني ويديه بدانه مروحه. بقى دلوقتي ضيف في البرامج وبيقعد ويحط رجل على رجل ويقول انا الاسطوره. اسطوره زي الاسطوره الثانيه اللي قبله. فكرتوني بوائل نور الله يرحمه، اما كان في مسلسل البخيل وانا، كان محمد هنيدي يقول الكابتن لطفي الكابتن لطفي ويعمل ويصيد فيه وهو ما بيعرفش يلعب كوره. ما تاخذنيش يا اخ، بعدين انا راجل محترف، ولا انت شايفني اقل من مارادونا؟ مارادونا مين؟ ده الكابتن لطفي يا باشا. نفس النظام بتصيطوا فيه. عواد اللي ما مضاش لحد دلوقتي عشان صد كوره في المباراه من النادي الاهلي وصد ضربه جزاء بقى عواد واتقال فيه اشعار، ما مضاش معاكم وما كنتوش عايزينه، لكنه لما يصد ضربه جزاء او ركله ترجيح من النادي الاهلي يبقى احسن جون في العالم. شايفين انتوا التصريحات بتاعتكم واخداكم على فين؟ كل مرة يعني بنشوف تصريح نقول ان انتوا جبتوا القاع من تحت، لكن التصريح اللي بعده بنشوف ان لسه فيه تحت القاع قاع وقاع وقاع. يعني كنا كل مرة نقول نقطة نقطة، هو من اول الضحك مفيش نقط، مفيش للضحك اخر. الموقع القاهرة 24 بيقول لك ان الزمالك بيعد لفيلم وثائقي عن الفوز بكأس السوبر المصري، لا تعليق. والدرديري هات ما عندك كمان يا درديري، احنا طبعا متعودين منك اكتر من كده. الصفحة الرسمية بتاعت نادي الزمالك اللي بتلقح على النادي الاهلي دلوقتي، مع ان المفروض ان دي صفحة رسمية، ويعني وهنقول في الصفحة الرسمية ليه اذا كان المتحدث الرسمي نفسه مش قادر يمسك لسانه. عموما لقائنا ان شاء الله في ابو ظبي ان تخطيتوا عقبة بيراميدز، ونقابلكم في ابو ظبي ان شاء الله، ونشوف مين هو البطل الحقيقي ان شاء الله. ونسيت اقول لكم انا مستني المباراة بتاعتكم اللي هتلعبوها مع ريال مدريد، 100 نقطة ومن اول التحت.